قصة اليوم عن بنات الراديوم. اليوم بنتعرف على قصة البنات اللي يسمونهم ذوات العظام المشعة والسر وراء تسميتهم هالاسم. في عام 1916 تم افتتاح المصنع الأول للمنتج للساعات المشعة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ووظفت الشركة حوالي 70 حرمة عشان تشتغل، وكانت الوظيفة الرئيسية للحريم هي تطبيق الطلاء المتوهج على ويوه الساعات اليد، وكان أجر الشغل جدا حلو بالنسبة لطبيعة الوظيفة السهلة. كان الطلاء المستخدم لتلوين ويوه الساعات مشبع بعنصر الراديوم اللي كان المكون الرئيسي للصبغة، وبمجرد ما يحطون طبقة رقيقة من هاي الصبغة كانت تتوهج أيدي العاملات بشكل طبيعي، والصدمة كان التوهج يسمح لهم إنهم يقرون في الليل وسط الظلام الدامس. وخبروا البنات وقالوا لهم أن هاي الصبغة البيضاء المشبعة بالراديوم آمنة في التعامل، وبالتالي ما أخذوا أي احتياطات وقائية وهم يتعاملون مع هاي الصبغة، لدرجة أنهم كانوا يمررون فرش الألوان على شفايفهم، وكانت هاي الطريقة تعرض صحتهم للخطر بسبب تناولهم للراديوم المشع، وكانت الكميات اللي يتناولونها البنات كافية لقتلهم بضع سنوات بس. وبعد مدة بدأت تتطور بعض الأعراض عند بنات الراديوم مثل التعب والتهاب الأسنان، وصارت أول حالة وفاة في عام 1922 ميلادي، يوم توفت مولي ماجيا البالغة من العمر 22 سنة بعد معاناتها من آلام قوية لعام كامل. ورغم أن شهادة وفاتها نصت على أنها توفت بسبب مرض الزهري، إلا أن مولي كانت تعاني في الحقيقة من حالة تسمى فك الراديوم. وفك الراديوم معناتها أن تصير عظام الفك السفلي كله هشة، وهذا خلى الطبيب يشل فكها بأكمله بمجرد رفعه، وكان الراديوم يدمر العظام ويحفر الثقوب في فك البنات. وفي عام 1925 ميلادي قررت غريس فراير، هي واحدة من العاملات في المصنع، أنها ترفع دعوى قضائية، وبعد سنتين من البحث عن محامي علشان يساعدها قدمت شكوى قدام المحكمة مع 4 بنات من زملائها في العمل. وفي عام 1928 ميلادي استقرت القضية لصالح البنات، وصارت مخاطر الراديوم معروفة لعامة الناس، وتم وضعها في قانون المخاطر المهنية. أما البنات اللي نجوا من الراديوم لقوا تعويضات، وحظرت إدارة الغذاء والدواء المنتجات اللي تحتوي على الراديوم، وتخلصت المصانع من طلاء الراديوم، وصنعت آخر ساعة راديوم عام 1968 ميلادي. وبفضل هالبنات عرفوا مخاطر عنصر الراديوم وحظروا جميع المنتجات اللي تحتوي عليه.